السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج مر على سيدنا إبراهيم في السماء السابعة، فقال له: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل وصلت الرسالة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غراس الجنة، دعونا نكررها ونكثر من. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سألت النبي: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ظن أنه سيقول أبو بكر أو عمر أو علي أو أهل بيتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فقولوا لا إله إلا الله. أنا أنصح كل من يشاهدني الآن أن يقول لا إله إلا الله، اتركها تملأ قلبك وتملأ كيانك لتضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: بينما كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأينا امرأة تبحث عن ابنها، ضاع لها ابنها، فلما وجدته حضنته وهي تبكي ورضعته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف مؤثر، أترون هذه الأم طارحة ابنها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جبريل عليه السلام لما رأى فرعون يغرق في اليم قال: خشيت أن تدركه رحمة الله. جبريل يعلم متى تنزل رحمة الله، قال: خشيت أن تدركه رحمة الله. أحبابنا، هاكم بشرى ربانية وتحفة نبوية، قولوها وانشروها بين الأهل والأقارب والأصحاب في مواقع التواصل. في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وأبي هريرة: بشر من مات أنه لا يشرك به. من منا لا يريد يوم القيامة أن يأتي من يحميه مثل الجيش عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضوان الله عليهم: خذوا جنتكم. فقالوا: يا رسول الله، أمن عدو حضر؟ فقال: لا. فقالوا: وكيف ذلك؟ قال: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليش يا رسول الله؟ لماذا؟ فقال: فإنهن مقدمات يأتين من أمامك، وإنهن مؤخرات يأتين من خلفك، وإنهن مجنبات يأتين من عن يمينك وعن شمالك، وإنهن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلها وعلمها وتعلمها وانشرها ولك أجر ما نشرت. هذه ثابت نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فثابت كان في بعض المرات يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم في نقاش، في أخذ وعطاء. أبو بكر عمر يقولونه: ارفق بصوتك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم ثابت: والله إني ألين القول إلى أبعد حد، أنا صوتي جهور، ماذا أفعل؟
فلما نزلت الآيات هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت اعتزل النقاش، فأصبح يصلي ويذهب إلى بيته، يصلي ويذهب إلى بيته. في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، عمر، أين ثابت؟ فقال له أبو بكر: والله يا رسول الله له أيام يصلي ويذهب، يصلي ويذهب. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي: اذهب واستخبر لي عن أمره. فلما ذهب الصحابي إلى ثابت دق عليه في الباب في البيت: ثابت ما خطبك؟ فقال له: شرا. قال له: وما بك؟ قال: ألم تسمع الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال له: والله إني أخاف الحسنات التي بنيتها أنها تذهب هباء منثورا، والمكانة التي أعطاها لي الله والرسول صلى الله عليه وسلم عنده أخاف أن تذهب، فاعتزلت. فقال له الرسول، فقال له الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، الآيات لم تنزل فيك أنت. قال: الآية معممة، يا أيها الذين آمنوا. فأخذ الرسول القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ثابت، وقال له: إني أحبه. ويبكي ثابت، يبكي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبره، قل له: ثابت إنك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. الله أكبر.